هنتكلم الفترة دي عن السايلنت كيلرز او الامراض اللي ممكن ان هي ما بتعملش اعراض على الاليف بتاعنا، بس في نفس الوقت ممكن تكون خطيرة جدا عليه. طيب الامراض دي زي ايه؟ رقم واحد عندنا طبعا طفيليات الدم، ودي حاجة مشهورة جدا موجودة في معظم الكلاب وموجودة في القطط برضه. طفيليات الدم سواء في الكلاب او في القطط ممكن تكون موجودة عن طريق ان هي الحشرة بتقرص الحيوان بتاعنا، تبدأ ان هي تحط المرض ده جوه الجلد بتاعه بيبدأ ينتشر. بتبدأ إن هي تعمل أمراض زي إن هي بتعمل أنيميا جامدة في الدم بتاع الحيوان بتاعنا، أو إن هي بتبدأ تقلل الصفائح الدموية فبتعمل زي سيولة في الدم بتاع الكلب بتاعنا أو القط. طبعا المرض ده مش بيبان بسهولة، بنحتاج إن إحنا نكتشفه بدري قبل ما يبدأ يعمل الحاجات دي، لأن هو لو عمل الحاجات دي بيبدأ صعب شوية إن إحنا نرجع منها. طيب بنعمل ايه؟ بنطمن طبعا بعد لو ألفنا جاله حشرات او حاجة، بنبدأ ان احنا ناخده وناخد عينة من الدم بتاعه ونبعتها المعمل ونعرف هل هو عنده المرض ده او اتنقل له او لا. بفضل طبعا ان احنا بنعمل صورة دم للأليف بتاعنا بحيث ان احنا نعرف نسبة الانيميا عندنا او لو عندنا انيميا او لا. غير كده طبعا ان هو ممكن يكون بيعمل درجة حرارة عالية وبيقل في اكله شوية مش اكتر. انا دكتور خالد وده عيادة بيتوتي.